دايما بعد نهاية العلاقة بنشوف الشخص اللي كان معانا في العلاقة بصورة ملائكية. يعني ايه؟ يعني نفتكر كل الحاجات الحلوة اللي الشخص ده كان بيعملها معانا مهما كان اذينا ومهما كان تعبنا وضغطنا نفسيا في العلاقة. مش بنشوف كل ده وعقلنا بيبتدي يفكرنا بالحاجات الحلوة اللي كانت في العلاقة، اللحظات الكويسة اللي كانت في العلاقة. ابتدي اشوف الشخص ده في صورة ملائكية وابتدي الوم نفسي ان الشخص ده ما فيهوش غلطة، انا اللي غلطت، انا لو كنت استحملت شوية كانت ممكن العلاقة تكمل. وابتدي احس بحنين بشكل مش طبيعي للشخص ده، لدرجه ان في ناس بتضعف وبتروح تكلم الشخص ده، واللي ينزل ستوريز عشان يشوفها ويتكلموا تاني، واللي يروح الاماكن اللي هو فيها علشان يشوفوا ويتكلموا تاني. فكل الكلام ده بيكون غلط. طيب علاج الموضوع ده ايه؟ علشان ما اشوفش الشخص ده بصوره ملائكيه، اني اعمل حاجه اسمها اعاده تقييم سلبيه للعلاقه. يعني ايه؟ يعني اجيب ورقه وقلم وابتدي افتكر سلبيات العلاقه، ابتدي افتكر الالم والاذى النفسي اللي الشخص ده سببه لي في العلاقه، ابتدي اكتب سلبيات الشخص ده والحاجات اللي انا ما كنتش عارف اتعامل فيها معاه. مع تكرار اعاده التقييم السلبيه كل ما بحس بحنين للشخص ده، او كل ما بشوف الشخص ده ان هو شخص ملاك وشخص ما فيهوش غلطه وانا خسرته، في صوره متزنه للعلاقه ككل بقى بتتكون جوايا. وبعد كده بحمد ربنا ان انا خرجت من العلاقه دي، وكان اسلم قرار واصح قرار اللي انا خدته ان انا خرجت من العلاقه دي. ودي حاجه مهمه جدا جدا جدا، ودي لب او تعتبر اهم خطوه في رحله تعافي اي شخص من اي علاقه، هي انه يعمل اعاده تقييم سلبيه للعلاقه، عشان ما ينفعش طول الوقت يحس بحنين للشخص ده.